جمعية النور للإشعاع النسوي تحتفل هذه الدورة بالدورة الرابعة لملتقى جواهر الصحراء، والذي يحظى بالرعاية السامية الملكية، وهذا تشريف للمرأة المغربية بصفة خاصة والمرأة الصحراوية بصفة عامة. ومدينة إقليم السمارة تحتفل بهذا الهدف في خضم احتفالها بعيد المسيرة وعيد الاستقلال المجيد، واللي نتمناو احنا على الاستمرارية في هذه الملتقيات حتى تحضر معنا افريقيات وسيدات من العالم من خارج الوطن، ونتمنى التوفيق للسيدات اللي قدموا لنا من داخل المملكه المغربيه باش يشاركونا في هذا الاحتفال واللي يندرج في ذكرى عيد المسيره وذكرى عيد الاستقلال، وكذلك ذكرى الملتقى الرابع الاحتفال بجواهر الصحراء اللي نتمناو له التوفيق. عائشة دويهي، رئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان. أكيد نحن اليوم بضيافة أهل السمارة، ضيافة كريمة، كرم معتاد. أكيد نحن ضيوف أيضا لملتقى النسوي جواهر الصحراء، هذه النسخة المميزة عن باقي النسخ برعاية ملكية سامية. نحظى اليوم بهذا التكريم، وأكيد محطة الاعتراف هذه تعني لنا الكثير كنساء مغربيات وبالخصوص نساء مناطق الصحراء. هذه المحطة التي تجسد تلك الدبلوماسية الموازية الواعدة، المشاركة المدنية الواعدة المواطنية والمواطنة أيضا من خلال هذا الملتقى والمنظمين له. أكيد هي محطة تلتقي وتتقاطع بشكل كبير مع كل ذلك التوجه والإرادة السياسية العليا المستنيرة بالخطب الملكية من أجل رسم مغرب حديث تتبوأ فيه المرأة أعلى المراتب وتجسدها من خلال عملها حتى في مراكز القرار. شكرا جزيلا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لي شرف الحضور فعالية الملتقى النسوي في دورته الرابعة، والذي يحظى بالرعاية السامية لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين. فكمسؤولة باتحاد المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتواجد مقرها بمدينة الرباط بحكم اتفاقية مقر مع السلطات المغربية، أنا جد فخورة أن أكون هنا أول مرة في مدينة السمارة، ولكن سبق لي أن نظمت عدة أنشطة بمدينة العيون بما فيها ملتقى حول الوضعية النسوية بالمغرب، وكذلك الجمع العام لرؤساء العمالات مجالس العمالات والأقاليم بالمغرب، كان ذلك في مدينة العيون. ولكن مدينة السمارة أول مرة أتشرف بحضور فعالية هذا الملتقى، وأشعر بنوع من الفخر والاعتزاز والامتنان إلى السيدة رئيسة هذا الملتقى السيدة فاطمة العدلي، الأخت الفاضلة والمناضلة التي لي الشرف أن أعرفها منذ عدة سنوات. هذا الملتقى عنده عدة دلالات وعدة مغازي، أولها أنه يأتي في وقت نحتفل به بالمسيرة الخضراء المضفرة، وكذلك عيد الاستقلال، وهذه محطات تاريخية نعتز بها كمغاربة وكمغربيات. لا بد أن نظهر فيها كل المجهودات التي تقوم بها قوى البلاد فيما يخص وبالخصوص العضو النسوي في التنمية المستدامة. فهذا الملتقى يعتبر محطة جد مهمة بمدينة السمارة، لأنه سيكون فرصة ولحظة لإبراز القيادة النسوية، لإبراز أهم محطات التنمية في هذا الإقليم، وكذلك لتقاسم التجارب الرائدة بين كل المشاركين والمشاركات في هذا الملتقى الذي أتمنى له كامل النجاح والتوفيق. شكرا.